السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. في الفيديو ده هنستعرض مع حضراتكم إيه الفرق ما بين المونوريل والمترو. طبعا في مصر حاليا بيتم تنفيذ أكتر من وسيلة نقل حضرية، وتقريبا كل الوسائل الجديدة اللي بيتم تنفيذها في مصر وسائل المواصلات الجديدة بتعتمد على الكهرباء أو الجر الكهربائي زي المترو والمونوريل. حتى القطار الكهربائي أو القطار السريع بيتعمل من خلال الجر الكهربائي، وقطار أيضا الخفيف قطار كهربائي. كل وسائل النقل حاليا اللي بتعتمد عليها مصر في تطوير السكك هي وسائل كهربائية عشان تحافظ على البيئة وفي نفس الوقت يعني تستفاد من الكهرباء. فاحنا عندنا في مصر طبعا المترو موجود من بدري جدا، ودلوقتي بيتعمل مونوريل، وبيتعمل او اتعمل قطار خفيف اللي هو قطار العاصمة اللي بيروح من السلام للعاصمة الإدارية، وبيتعمل او بيتنفذ حاليا القطار السريع وده برضه قطار كهربائي. فاحنا في الفيديو ده هنستعرض مع حضراتكم ايه الفرق ما بين المونوريل وما بين المترو. مبدئيا كده خلينا اقول لكم المونوريل بيتعمل فين والمترو بيتعمل فين. احنا عندنا حاليا ثلاث خطوط مترو شغالين، منهم الخط الثالث بيتم استكماله عشان يوصل لعند الدائري ويوصل ايضا لحد جامعة القاهرة من خلال شارع جامعة الدول العربية. وبيتعمل او بيتم تنفيذ حاليا الخط الرابع، وهو اللي هيمشي في شارع الهرم وهيوصل مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة. وهيتعمل أو بيتخطط لتنفيذ مشروع الخط السادس للمترو، وده هيربط الخصوص بالميعاد الجديد. طبعا كان في خط خامس للمترو، والخط الخامس ده اتلغى واتعمل مكانه الأتوبيس الترددي، وده برضه شغال بالكهرباء اللي هيمشي على الطريق الدائري. والخط الخامس ده اتلغى عشان المفروض ان مساره كان موجود في مسار الطريق الدائري، يعني نفس مسار الأتوبيس الترددي. فعشان كده هم لقوا ان الأتوبيس الترددي اوفر بكتير، وفي نفس الوقت هيوفر تغيير مرافق، لان المترو كان هيمشي تحت الارض فكان هيعمل مشاكل كتيرة او بمعنى صح مصاريف كتيرة. طيب خلينا بقى نتكلم عن المونوريل. المونوريل برضه عايز اقول لكم ان هو احنا عندنا في مصر بيتم تنفيذ مشروعين للمونوريل. المشروع الاولاني جاي من او اللي هيشتغل الاول هو مونوريل العاصمة الإدارية، وده هيبدأ من عند محطة مترو الاستاد، وهيشتغل في مسار العاصمة الإدارية الجديدة، وهيلتقي مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة الفنون. وأيضا عندنا مشروع تاني للمونوريل في مدينة 6 أكتوبر، بيصل مدينة 6 أكتوبر بالمترو في الخط الثالث أيضا، بس عند محطة وادي النيل في الجيزة. وده هيبقى هيشتغل في المرحلة هيشتغل في سنة 2024. المشروع اللي هو الأولاني اللي هو مونوريل العاصمة الإدارية هيشتغل في النصف الثاني من السنة الحالية اللي هي 2023، هيشتغل على أواخر شهر أكتوبر بإذن الله، ده حسب تصريحات الوزير. بالنسبة بقى للفرق ما بين الوسيلة دي والفرق ما بين الوسيلة دي، المونوريل طبعا في حاجة مهمة جدا في اختيار وسائل النقل، وهي المسافات والكثافات السكانية وايضا الاماكن اللي هيمشوا فيها. فعندنا المونوريل دايما بيختاروه في الاماكن الضيقه اللي هم مش يقدروا او هيحاولوا يوفروا ان هم ما يهدوش مباني او هيمشي في شارع ضيق، فبالتالي يختاروا المونوريل. لو في بقى مسافات قريبه زي كثافه السكان اكتر وهيبقى في امكانيه ان احنا نعمل تحت الارض مترو، فبيختاروا المترو عشان المترو محطاته قريبه من بعض، انما المونوريل محطاته بعيده عن بعض اكتر من المترو. فمتوسط المسافه ما بين محطات المونوريل 2 كيلو متر ما بين كل محطة، ما بين كل محطتين. وايضا بتميز المونوريل المونوريل بيمشي على مستوى علوي، فده بيعمل يعني تخفيف على الشبكة اللي تحت، فبتقدر تستغل الشارع ان يبقى فيه عمود طالع شايل المونوريل، وفي نفس الوقت شغال شارع عادي للمواصلات العادية، وبيمشي زي ما قلت لكم في الشوارع الضيقة
وبيقدر يعني ليه ميزة ان هو بيخش في انحناءات افقية كبيرة، وده بيجعله ما يشغلش حيز في الشوارع. ومدة تنفيذه بالنسبة للمترو مدة تنفيذه قليلة، وتكلفة التنفيذ 30 مليون دولار لكل كيلو متر. 30 مليون دولار ده شاملة بقى ايه؟ كل المعدات، الوحدات المتحركة والتنفيذ والشبكات، كل المشروع بالكامل من الألف للياء بيتكلف 30 مليون دولار لكل كيلو متر. طبعا احنا اتكلمنا وقلنا المونريل بيتنفذ فين والمترو بيتنفذ فين حاليا. المونريل دايما بيختاروه في الأماكن الصعبة اللي ما يقدرش المترو أو تبقى أفضل من المترو إنه يدخل فيها. كمان عندنا المونريل هيبقى اهم ميزه فيه بقى، او اهم فيصل فيه، ان هو هيمشي بدون سائق. المونريل في الاول في البدايه هيشغلوا القطار الواحد، هيشتغل باربع عربات، وبعد كده هيتم زيادتهم فيما بعد ل8 عربات لما يكون في كثافه عليه. والمونريل هيمشي بدون سائق، مش هيبقى فيه جواه سائق، وهيتم التحكم فيه من خلال الورش المركزيه، او الوحدة المركزية هتكون موجودة في الورش. بالنسبة لمونوريل العاصمة الإدارية هيكون في الورش الخاصة بالمونوريل وحدة مركزية بتتحكم في القطار. وبالنسبة لأن هم هيقدروا يراقبوا القطار إزاي، القطار طبعا هيبقى فيه كاميرات، هيبقى فيه حساسات بكل شيء، هيبقى فيه جهاز بيسجل كل شيء بيحصل في القطار خلال الرحلة. وبالتالي ده بيتم تنفيذه حاليا تجريبيا، بيجربوا عدد من القطارات مع الشركة المنفذة أو الشركة المشغلة عشان يكتشفوا أي أخطاء يقوموا يعالجوها في الفترة اللي بعدها. فدي حاجة فيصل ما بين المونريل والمترو. إنما المترو بيبقى فيه سائق. أي نعم، السائق بيبقى موجود التحكم الإلكتروني من خلال برضو وحدة مركزية، بس السائق بيبقى له دور إن هو بيفتح الأبواب وبيدي أوردر للمترو إن هو يتحرك، وبعد كده المترو بيقف أوتوماتيك في المحطة اللي بعديها بشكل اوتوماتيك. لو حصل اي طارئ بيتدخل السائق ويشتغل او يوقف المترو بشكل يدوي، او بيمشيه بشكل يدوي لو في اي مشكلة في السيستم اللي بيشغل القطار. لو جينا بقى اتكلمنا عن المترو، فالمترو المسافة ما بين كل محطة 1 كيلومتر تقريبا، ما بين كل محطة 1 كيلومتر، يعني بمعنى صح كده ممكن تتمشاها. فهي بيبقى محطة بيبقى بيختار في الأماكن الأكثر كثافة من المونوريل. كمان التكلفة المالية دي حاجة مهمة. زي ما قلت لكم هو أكتر من المونوريل في التكلفة، 140 مليون دولار لكل كيلو متر نفقي، لأن المترو بيمشي يا إما في أنفاق يا إما في علوي يا إما سطحي زي الخط الأول كده لو أنتم بتلاحظوا، وبعد كده بينزل نفقي في محطة رمسيس، وبعد كده بيطلع تاني سطحي. علوي زي خط المترو التاني اللي هو أنا عند شبرا، بيبدأ من الكوبري فبيبقى علوي، وبرضو عند الجيزة بيبقى علوي. متر علوي بيبقى تكلفته 100 مليون دولار لكل متر، و70 مليون دولار لكل كيلو متر سطحي. إن شاء الله بإذن الله الخط الرابع هيشتغل برضو في 2024، المرحلة الأولى من محطة يعني 6 أكتوبر، على حدود 6 أكتوبر لحد الفسطاط، هيشتغل في 2024. وبعد كده في مرحلة تانية هيكمل لحد مدينة الرحاب، وبعد كده في مرحلة ثالثة بشكل كبير هيتم تنفيذها، لأن لسه ما اتخذش القرار في تنفيذها، إن هو يصل من الرحاب للعاصمة الإدارية الجديدة. في النهاية أنا بشكر حضراتكم، وأتمنى تعملوا لايك للصفحة واشتراك، ولو في أي تفصيلة، أي حد عايز يسأل أي سؤال يا ريت يقول لي في التعليقات، وإن شاء الله هجاوب.